اليوم الفيلم بدقة ناقصة من شركة ذكاء اصطناعي. بطلتنا هناء قعدت الصبح وابنها جاسم واقف فوق راسها يريد يسبح بالمسبح، وهي قالت لي يما وراك روضة لا تدوخ راسي. باوعت من الشباك شافت المطر يصب، قالت بقلبها هاي خوش مطرة مال نومه، عبالها مطر خير وراح ينقطع، ما تدري ان السالفة بيها انه هاي بداية نهاية العالم والماي راح يغرق الولايات كلها. وهنا المسكينة محبوسة ب20,000 محاكاة حتى تتعلم شلون تصير أم صدق، مو بس تجيب والذب. وتعالوا شوفوا وش صار بيهم. هناء بدأت تسوي ريوق وجاسم لها عليها، وأمها خابرتها يما شلونك. هناء قالت لها زين، وهي جاية تطبخ سمعت صوت بق بالحمام. وهنا الحلوة شافت الماي ترس الصالة. عبالك جاي يوزعون حصة مائية بالبيت. الماي صعد للطابق الثالث، طلع من الشباك. الإذاعة صاحت يا عالم انهزموا، الماي غرق الدنيا والمصاعد عطلت. جاسم فرحان عباله مدينة ألعاب مائية، وهناء فقدت أعصابها وقعدتها على الميز ونزلت رسالة معدلة. جاها اتصال من شخص مجهول اسمه جواد، وقالها الماي غرق البناية، طلعي فوق بسرعة. وانطفت الكهرباء وراحت تدور على جاسم، لقيته خاتل بالكنتور وزعلان، راضته بكلمتين وشالته على ظهرها وطلعت تركض. طلعت للممرات لقت العالم مخبوص والدرج مسدود. راحت لدرجة الطوارئ وشافت ناس تسبح عبالها أولمبيات. وصلت للطابق لقت الدرج مسدود بأغراض عتيقة، زلقت رجلها وشافت جثث طافية. وهنا قالت يا أبوي السالفة صارت صدق. ورجعت وجاسم ضاع منها ودخل بشقة غريبة، وفجأة طقت موجة عملاقة كسرت الشباك. هنا تذكرت رجلها غزوان شلون غرق بالسيارة، وقالت يا معودة مو وقت ذكريات حزينة هسه. غصت تدور على جاسم لكنه فاقد الوعي، أو حاولت تفتح الباب ما قدرت وفقدت الوعي هي هم. صحاها جواد وسوى إنعاش لجاسم، والطفل قاعد يبكي. جواد صورهم وفيديو ودزهم للشركة، وبعدين قالها صدمة ترى نيزك ضرب القطب الجنوبي واليوم نهاية البشرية. وقال لها أنت مو بشر، أنت وابنك مجرد روبوتات. وهي قالت أنت جاي تمثلت. جاسم راح للحمام، فجأة طق بور الغاز وانفجرت الدنيا نار. هناء حاولت تنطي جاسم لجواد بس الطفل شله بمتن أمه، وهي وقعت بالماء. تذكرت غزوان شلون ضحى بنفسه، ورجعت للبناية شافت طفلة اسمها جيسو محبوسة بالمصعد. حاولت تنقذها بإيديها وما قدرت. هناء شافت سلابة حرامية يقتلون بالناس فانهزمت منهم. لقت جاسم مريض ومحتاج دواء. جواد قال لها عوفي نصنع غيره لأن بياناته عندنا، بس هي قالت له انشب هذا ابني مو بلي، وسوت له دواء عرب من غراض المطبخ. وصح جاسم قال لها يما حبت مرض حتى تهتمين بيه، وهي قلبها انكسر عليه. طبعا للعلم هم طابين ببيت بالبداية بعائلة. الشمس طلعت عبالهم خلصت، بس السالفة بدت من جديد والماء صعد بسرعة البرق. شافت مرة حامل تطلب مساعدة وجواد منحها، وهنا صار عندها انهيار عصبي وقالت ما عوف ابني لو تنطر زلم. وصلوا للسطح، جو جنود الشركة وخذوا جاسم بالقوة قدام عينها، قصوا راسه وخذوا بياناتها بصندوق. كتلوا جواد وخذوا هنا بالطيارة. المديرة قالت لها لازم تعيشين هذا الوجع آلاف المرات بالمحاكاة حتى تصيرين بشرية صدق. طلعت هنا كل هذا الوقت هي عقل إلكتروني داخل كمبيوتر. بدأت تعيد اليوم آلاف المرات، مرة تموت بسيارة ومرة تنفجر. ووصلت المحاكاة رقم 21,000، وهالمرة سوت كل شي صح. انقذت الطفلة بالمصعد بعصا ممسحة، وساعدت الحامل. لقت جاسم خاتم كنتر مهجور فوق السطح وحضنته. الطفل قالها يما انت ما عفتيني، انتظرتيني وجيتي. النظام شاف ان مشاعرها صارت تضحية حقيقية، فقرروا ينقلوا لعقلها اجسام جديدة، دزوهم لكوكب ثاني يبدون حياة جديدة. وخلص الفيلم وهنا حضنت جاسم وقالت لنا راح نعيش بأمان مع بعض. إذا عجبكم الفيلم خلوا لايك واشتراك واتركوا لنا آراءكم بالتعليقات. هنا لازم تعرفون شيء، الفيلم هذا اسمه ذا فلوت، وهو فيلم كوري انتجته شركة نتفليكس سنة 2024. المخرج ركز على فكرة أن التكنولوجيا ممكن تسجن روحك بداخل البرنامج. وهذا كان تلخيص شامل وسريع لأغلب أحداث الفيلم.